دايما بيبقى عندك واحد صاحبك بتشوف ان هو احسن من اللعيبه اللي بتلعب عندنا في مصر دلوقتي. طب صاحبك ده ليه ما بيوصلش؟ انا يوسف التهامي العمود. كل شله مننا عندها حاوي او اتنين وسطهم اللي لما بيروحوا حجز كوره بيبقوا هم اللي بيقسموا الفرقتين عشان يبقى اللعب متكافئ، عمرهم ما بيلعبوا مع بعض قوي. الشخص ده دايما انت بتحكي عنه الناس ما تعرفوش، وبتحكي لهم دايما ان الراجل ده حاوي وبيطلع الكوره من مناخيره، وانه احسن من لعيبه كتير جدا بتلعب في الدوري الممتاز دلوقتي، وان الكوره خسرت كتير ان الراجل ده ما كملش. بلغت شويه بس تمام. طب عمرك سالت نفسك هم ليه دول وصلوا وصاحبك ما وصلش؟ انا اقول لك يا سيدي، الكوره ظالمه ساعات بس مش على طول. لو جيت بصيت على صاحبك ده هتلاقي ان كورته عاليه جدا بس دماغه وسخه جدا جدا. في اللي بيبقى ربنا مديله موهبه وهو مش عارف يستغلها، وفي اللي فضل التعليم على الرياضه، وده طبعا ما تقدرش تلومه لان كل واحد ادرى بمستقبله، وفي الاهالي اللي بتبقى دايما واقفه قدام ولادها في الموضوع ده وبرده ما تقدرش تلومه، وكل بيت ادرى بمصلحه ابنه. وفي بقى اللي اهله كانوا بيدعموه من وهو صغير، مش تمارين الصبح على تمارين بالليل، معسكرات ناشئين، وجبات بونا بتيك، وفي الاخر تلاقي ان صاحبك ده هو اللي ضايع نفسه بنفسه. يعني عندك مثلا في اللي بيحس بنفسه وهو صغير قوي فالسكينه بتسرقه، ولما بيتصعد للفريق الاول بتلاقي ان ما بياخدش نفس الاهتمام اللي كان بياخده وقت الناشئين، فبيحس انه مش متقدر. ده انا كنت نجم تحت في الناشئين، ازاي تعاملوني كده؟ ده غير صاحبنا التاني اللي للاسف ما كملش عشان راح سكه اللي يروح ما يرجعش، دخان على سهر على نظام غذائي وحش، وفي ناس ظهرت في حياتهم هياتم خلصت عليهم. طب ما لعيبه دلوقتي بتعمل كده؟ والله عندك حق. ما هو اصلا ما ينفعش كل واحد بطل كوره يرمي اللوم كله على قله التوفيق والاصابات وان حظه كان وحش، لانك لو دورت كويس هتلاقي ان للاسف في حاجه واحده صاحبك ده اثر فيها، ومش بعيد يكون انت اللي انا بتكلم عليه. الكوره عايزه اللي يتفرغ لها، اللي ما يبقاش وراه حاجه غير الكوره. ده احيانا بيبقى مطالب انه يتقبل شتيمه من المدرب بتاعه عشان يقدر يوصل للاخر، وده طبعا شيء مرفوض جدا، بس للاسف دي حاجه اساسيه عندنا. بس صاحبنا ده لازم يستحمل كل اللي بيتعرض له عشان يبقى في يوم من الايام زي اللعيبه اللي وصلوا. دايما اي لعيب بيوصل ويبقى نجم ويعملوا معاه لقاء لازم يجيب سيره قد ايه هو تعب واجتهد واتفرغ لاكتر حاجه ما كانش شايف غيرها قدامه، وعشان كده هو وصل. عوامل كتير لازم تجتمع مع بعض عشان صاحبك ده يبقى لعيب كوره محترف، مش مجرد ان انت تقعد تتكلم عليه او تحكي شويه عن نفسك قد ايه انت كنت جامد، ولا تحط لنا شويه فيديوهات على التيك توك تعبانه قوي. واول حاجه من العوامل دي دعم الاهل، ثاني حاجه تركيزه هو، ثالث حاجه التزامه بالحل اللي هو اختارها، ورابع حاجه ربنا يبعد عنه شر الاصابات. من الاخر اللي عايز يوصل لازم يستحمل ويعافر وما ييأسش ونفسه يبقى طويل. ده مش كلام تنميه بشريه، اصل والله لو ركزت فعلا في الكلام اللي انا بقوله لك هتلاقي ان اللعيبه اللي انت شايفهم اقل منك ووصلوا ادوا 100% في كل حاجه فبقوا حاجه، وانت لما قصرت في 1% ال1% ده اثر معاك في كل حاجه.